السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات مسلمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. عارفة انا بتأخر عليكم بس مش هقول لكم بقى ايه اللي بيحصل عشان ايه، هي حاجات متنوعة كده الحمد لله. بس والله ما بقدرش اتأخر عليكم يعني، وبتوحشوني جدا جدا. النهارده بقى زي ما انتوا شفتوا كده صحيت، فتحت الشقه كده، فتحت كل شبابيك المناور، والجو بقى جميل والدنيا ربيع والجو بديع على الاخر الجو حر جدا بصراحه، بس يعني حلو حلو الحمد لله. كانت الايام اللي فاتت دي يعني فجاه سقعت كده، آه، بقى تلج غير مبرر مش مفهوم بصراحه. والايام اللي فاتت كان الجو في الشارع حر قوي، يعني لما كنت بنزل بلاقي الجو حر جامد، بس الشقه كانت الحمد لله يعني حلوه. دلوقتي ابتدى الدنيا تحرر شويه بس برضو معقول يعني الحمد لله. فكنت مفتقده بقى التفتيح وكده، وكمان مع البرد اللي كنا واخدينه. فالنهارده بقى قمت كده فتحت كل حاجه، كل الشبابيك رحت مفتحاها ومهويه الدنيا كده ومشغله الشفاط، وعملت تيار هوا كده في الشقه. وبعدين قلت يلا بقى ايه، نعمل فطار حلو كده انا وعموره. ولا انا هو بشرب الشاي بلبن ولا هو بيشرب الشاي بلبن، بس بنعمله عشان نحط فيه بس لو بسكوت او اي اللي هي الحاجات اللي بتتحط في الشاي بلبن عموما، اللي هي القراقيش يعني والحاجات دي. فالنهارده بقى قلنا يلا بقى نجرب الفايش الصعيدي اللي وريته لكم الفيديو اللي فات. فقلت بقى نعمل كوبايه شاي بلبن حلوه كده ونفطر بالفايش الجميل ده عشان نشوف اللي ورانا. وهناخد بقى الفطار بتاعنا كده ونقعد في البلكونه. والنهارده بقى ان شاء الله ورايا بقى تنظيف عميق لاوضه النوم. الايام يعني هو تنظيف عميق وسريع في نفس الوقت، انا حاولت ان انا ايه يعني ما اطولش عليكم قوي. آه لكن هي الاوضه كانت مبهدله وكنت مهمله فيها بصراحه. الايام اللي فاتت كانت حاسه ان هي اتطربت قوي، وانت عارفه بقى مع التعب بيبقى الدنيا يعني بتتبهدل حواليكي، ما بتبقيش قادره تسيطري. ف... فكنت مكتئبه قوي قوي من الاوضه دي بالذات، يعني كنت حاسه ان الشقه كلها اغلبها نظيف، لكن الاوضه دي كانت محتاجه بقى تتشال وتتمسح ومسحه محترمه. وكمان كان في يعني رفوف كده مش متظبطه في الدواليب، يعني كان في شويه حاجات كده ملعبكه محتاجه تتظبط، والادراج برضو، فكنت شايله همها جامد. فعايزه اقول لكم ان انا عملتها من هنا الحمد لله خفيت كنت حاسه ان انا فعلا لو عملتها هروق، لان لما بتبقي تعبانه والدنيا رايقه بحس الموضوع يعني بيكون مش متعب قوي زي ما بتكوني تعبانه وحواليكي حاجات محتاجه تعمليها، بيبقى الواحد متضايق يعني ومضغوط نفسيا من حاجه زي كده. فاول حاجه شلت كده كفر المرتبه وغيرت الملايه خالص، وحتى المرتبه بتاعه التطريه دي كده شلتها ونفضتها ونفضت المراتب وحطيتها تاني، وابتديت ايه افرش كده على نظافه. ففرشت الملايه كده زي ما انتم شايفين، وقلت برضو ايه اغير المفارش، واخر حاجه بقى اعملها الارضيه. كان برضو مفارش التسريحه والاتنين كومودين وكانت مبهدله قوي، يعني كان شكلهم كده صعب. فقلت لا بقى اغيرهم واحط مفارش غيرهم. وبقيت ان انا اشيل التراب. اول حاجه عملتها اصلا قبل ما ابدا في اي حاجه، انا نفضت الشباك ونفضت الظهر بتاع السرير عشان ما يطلعوليش تراب على اي حاجه. وقلت يلا بسم الله ايه، ابتدي سريعا كده، يعني مجرد ما السرير هيتفرش احس ان انا ايه دخلت في المود، لاني كنت مكسله عليها قوي من التعب، بس الحمد لله يعني مجرد ما بدات كده اتنشطت وخلصتها بسرعه. وبقيت اشيل برضو الازاز بتاع الكومودينو ده، اعمل تحتيه الكومودينو الخشب، يعني لان برضو كان ليه حرف تراب كده مش مظبوط، تحس ان هو يعني اكنه بقاله كتير ما اتعملش. فقلت لا بقى، رحت غاسله برضو الخشب ده ومنشفاه كويس قوي، ورجعت بقى الازاز تاني. وشلت السجاد، كنسته الاول وشلته وكنست الارض، وقلت يلا بقى ايه ابتدي امسح. وبرضو لمعت كل الحاجات اللي على التسريحة ركنتها على جنب، والحاجات اللي على وحدة الأدراج، يعني خدت وقت طويل قوي على فكرة عقبال ما خلصت. بس أنا جبت لكم إيه يعني الخطوات كده اللي تشجعكم، لأني ما كنتش عارفة أصور يعني قوي. ف... فظبطت كده الظرف اللي ما كانتش متظبطه، وكل حاجه كده الحمد لله بقت مريحه ونظيفه. فقلت اخر حاجه بقى ايه مسحت الارض بالمساحه دي. كنت جايباها من جروب اسمه ميمي لايف ستايل، هبقى احطه لكم ان شاء الله في اول تعليق.
وفرشت برضو، غيرت كفر اللحاف، شلت كفر اللحاف اللي كان موجود اللي قبل كده، وحطيت ده. كان بقالي كتير قوي ما فرشتوش، فكنت حاسه عايزه احس باي تغيير في الاوضه. وبرضو حسيت ان المفارش دي لايقه عليه قوي، شكلها راقي كده، بحب لونها، وبحسها بتليق قوي على الكفر بتاع اللحاف ده. هو كفر اللحاف ده كانت القماشه بتاعته قماشه كده قريبه من قماشه اسمها شانزليزيه، لكن القماشه نفسها دي كان الراجل مش عارف اسمها قوي. كنت جايبه لها برضو قماش كده من محلات اللي هي بتاعت اللبس السواريه، لان انا كنت شفت التصميم بتاع اللحاف ده على بنترست، فنزلت يعني ودورت على القماش، لقيت ان هو القماش اللي بيلمع ده مش بيتباع غير في محلات اللبس السواريه يعني. فجبت القماش منه ورحت مظبطه بقى اللحاف، الحمد لله اتعمل لي يعني بشكل حلو جدا. فبصوا بقى، برضو فرشت هنا على التسريحه. المفرش دي بحبها قوي، ساعات بفرشها في الريسبشن وساعات بفرشها في اوضه النوم. وبحب قوي قبل ما ابتدي في اي اوضه ان انا المع الحاجه بتاعتها، يعني لو ليها زرع او تحف او اي حاجه بلمعهم واخرجهم يعني، او اسندهم في اي مكان على جنب، بحيث ان انا لما باجي افرش ببقى مرتاحه ان انا يعني كل حاجه جاهزه وايه على الفرش على طول، فما بتاخدش مني وقت خالص. فهنا كده كان كل البرفيوم وكل الحاجات دي متلمعه وركناها على جنب، فابتديت ارصها كده على نظافه. وهنا برضو كل الحاجات دي اتلمعت، والمنظم ده شلته وغسلته، ورجعت برضو الحاجات دي كلها اتلمعت ورجعت تاني. عمر طبعا كل شويه يطلع ينط على السرير، واقول له استنى بس اظبطه، ويرجع تاني ينط عليه، فرحان قوي لما اي حاجه بتفرش جديده بيبقى فرحان بيها. فبس كده كل حاجه ما شاء الله بقت زي الفل، يا دوبك بقى على رشه المعطر اللي يعني اللي هتحسسنا بقى بالانجاز. والدفايه اللي محطوطه على جنب دي عايزه بقى لما ان شاء الله ابتدي، يعني عايزه الايام الجايه باذن الله الواحد الاحد نغسل مع بعض البطاطين كده. الناس اللي لسه ما غسلتش يعني زي حالاتي عايزين نغسلها بقى ونظبطها، وابقى يعني انزل بقى الدفايه وانزل البطاطين ونطلع بقى المراوح. ف... فان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا كده ونعمل الحاجات دي مع بعض. فكده يا دوبك بقى الواحد يشرب فنجان قهوه كده وهو باله مرتاح والدنيا حواليه نظيفه، وبعدين ندخل على الغدا سوا بقى ان شاء الله. بصوا بقى، في اليوم اللي هو اللي مسحت فيه الاوضه ده، عملت غدا سريع، مش الغدا اللي انا هوريه لكم النهارده، بس قلت بقى الايه الغدا ده بما اني صورته انزله لكم بقى مع الفيديو ده، بحيث ان هو يكون ايه حاجه كده مشجعه وتفتح النفس وتشجعك كده تقومي ايه تعملي حلتين محشي حلوين كده للولاد. ف ف فقلت بقى ايه يعني، كان التوقيت ده كان العصر، يعني ما كانش في نفس اليوم، كان في يوم تاني كان بعد اذان العصر على طول. كان عمر راح المدرسة وجه واكلته ونام، وقلت بقى ايه اقعد كده. كنت مطلعه يعني الحاجة المحشي تفك، وكنت مطلعه البطة اللي وريتها لكم برضو الفيديو اللي فات فكت. فقلت يلا بينا بقى ايه نبتدي نشتغل كده على خير ان شاء الله. وكنت برضو في التوقيت ده، يعني الحمد لله دلوقتي كويسه، بس برضو في التوقيت ده كنت تعبانه، فقلت لا انا اقعد كده ايه، يعني اشجع نفسي بان انا اقعد في البلكونه، يعني هقعد في البلكونه كده في روقان، واشغل حاجه كده اتفرج عليها، واشرب كوبايه شاي، وان شاء الله كل حاجه هتتعمل مش مشكله. يعني بص، اللي هو ساعات الواحد فعلا بيبقى فعلا مش موضوع فقد الشغف، هو فقد الشغف وفقد القدره وفقد كل حاجه. بيبقى نفسك تقومي وتعملي، مش ان انت مقصره او مثلا مستهتره او يعني مش في دماغك، لا انت بتبقي عايزه تقومي وتشوفي بيتك وتهتمي بولادك وتعملي لهم احسن اكل وتذاكري لهم، ويعني ومش عايزه تاثري مع حد في اي حاجه، بس فعلا بيبقى الواحد فعلا مش قادر، فالواحد بيستعين بالله قبل اي حاجه ويعني وبالاذكار، والله ربنا بيعين الواحد جدا جدا. وتملي الواحد يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير واعني فلا معين الا انت. فسبحان الله، يعني والله العظيم، يعني ربنا عز وجل بيعين جدا جدا جدا، ويعني وربنا مجيب الدعاء. فهي حاجات بسيطة قوي قوي وحاجات يومية، بس ان انتي بتستحضري، يعني بتبقي تملي بينك وبين ربنا كده مناجاة، حتى في ابسط امورك بتلاقي ربنا معاكي وبيقف معاكي يعني في الكبيرة قبل الصغيرة، اللهم لك الحمد يا رب.
فبصوا اللي هو انا عماله ازق نفسي زق ان انا اخلص اللي ورايا. حاجات بسيطه بس فعلا متضايقه ان انا يعني عايزه اقف اعمل اكل حلو مثلا، متضايقه ان انا البيت متبهدل وعايزه اعمله. ف... فالواحد يعني فعلا تحس ان الام والزوجه او اي حد مسؤول عن اي نوع من انواع المسؤوليات ما بيبقاش عنده رفاهيه التعب او رفاهيه ان هو يعني يكبر دماغه او حاجه زي كده. فربنا يعيننا وربنا يعني بيقوي الحمد لله والشكر لله. فقعدت كده في البلكونه وجبت بقى المحشي بتاعي وقعدت بقى كده اشتغل فيه. ولقيت ان لا يعني كنا مش هنتغدى لوحدنا اليوم ده، فحسيت ان الكرنب قليل. فقلت بدل ما اطلع كرنب تاني وكده ويبقى كل الاكل محشي كرنب، لا انا ايه هتصل اجيب ورق عنب لان كنت كده كده محتاجه ملوخيه. فقلت بما اني كده كده هكلم السوبر ماركت اجيب ورق عنب برضو بالمره وايه واشتغل بقى، يعني الف حلتين كده محشي حلوين جنب البطه وشويه ملوخيه ويبقى كده الدنيا زي الفل. البطه بقى كان يعني انا وسايباها تفك اصلا، كنت حطاها في ميه بملح بدقيق وشويه جنزبيل صغيرين عشان يعني ايه تشيل منها اي ريحه زفاره او حاجه. وورقه لورا الحاجات دي كلها برضو يعني بتخلي الحاجه كده ريحتها حلوه وما بتبقاش مزفره. هي البطه كان طعمها تحفه بصراحه، ما كانتش مزفره خالص. يعني لا كان يعني لحمتها طعمها اللهم بارك اللهم بارك تحفه، غير اللي بنجيبها من هنا خالص بصراحه. ف... فكانت ما شاء الله جميله. فرمت كده بصلايه ناعم خالص وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر وابتديت يعني اغلفها كده من بره، وحشيت برضو جوه البطه كده شويه بصل مفرومين ناعم. وبعدين حطيت مكعب زبده كده في حله كبيره عشان اديها صدمه، بس يعني ما اديتهاش لون قوي لان انا خفت الزبده تتحرق، وما حبيتش احط زيت مع الزبده عشان ده اللي هيبقى شوربه، فما حبيتش ان الشوربه يكون فيها زيت يعني. فحطيت بس مكعب زبده كده سيحته، كان مديها ريحه وطعم حلوين قوي. وبس هحطه بقى البطه تاخد يعني صدمه على الجهه دي وصدمه على الجهه دي، وانزل عليها بميه بتغلي واسيبها كده اهدي عليها النار لحد ما الف بقى الورق العنب واعمل بقيه الاكل. يعني انا قلت هعملها بالطريقه دي. على فكره البصلايه المفرومه دي طعمتها قوي قوي واديتها ريحه وطعم حلوين. يعني في طريقه كده اسمها المرتة الدمياطي تقريبا او حاجه زي كده، بس بيبقى يعني معموله بتكنيك اكتر من كده شويه. فانا اكتفيت بكده وسبتها بصوا بقى قلت على النار. عقبال بقى ما البطه تكمل سواها ان شاء الله اكون السوبر ماركت جاب لي الطلبات وجابها لي الحمد لله. انا كنت محتاجه ورق عنب، مش عارفه ايه الحكايه يعني مش لاقيه خالص ورق عنب. الاكياس العاديه بسمه وجفريكس والحاجات دي مش لاقيه خالص، يعني بقالي فتره مش لاقيه. كل اللي موجود اللي هو البرطمانات و فجبت برطمان. حتى ما رحت هايبر وان والفرجاني وكذا مكان، من النادر ان انا بقيت الاقي ورق عنب اكياس. جبت برضو ملوخيه جفريكس وجبت صلصه هارفست زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هي بصراحه بقيت ارتاح ليها جدا. بجيب البرطمان وبحطه كده في القوالب السيليكون واشيلها بقى في الفريزر بطلع بالمكعب، فبقيت يعني ما شاء الله فيها بركه بالنسبه لي وبتقعد فتره طويله. والمكعب بصراحه بمقام يعني كيسين من اي نوع تاني. تمام. ف كيس البامية سوري كيس الملوخية جيفريكس كان سعره 20 جنيه. كان سعره 20 جنيه، وده وزنه 400 جرام. والصلصة وزنها برضو 40 جرام، كان سعرها برضو 40 جنيه. دي كان سعرها 40 جنيه. والورق العنب هو مش مكتوب عليه كام جرام، مش مكتوب في الريسيت يعني، مش شايفة قدامي بصراحة، بس هو كان سعره 60 جنيه. فبس فهنبتدي كده. هسيب الملوخية دي لو ما فكتش ما لحقتش تفك ممكن افكها في الميكرويف واشتغل بقى في الورق العنب على طول. هنا بقى طلعت كيس تسبيكه تاني، تسبيكه محشي ببقى عاملاها كامله بالخضره بتاعتها بالتوابل بكل حاجه، وبيبقى طعمها زي الفريش بالظبط وكل حاجه فيها ريحتها وطعمها وكل حاجه زي الفريش بالظبط. حتى الناس اللي بتضايق ان الخضره بيبقى
شكلها مش فريش، هي كده كده لما بتستوي اصلا اي خضره عاديه انت لما بتعملي محشي لما بتستوي ما بيبقاش فريش. فانا بصراحه الطريقه دي مريحاني جدا، يعني اللي هو بطلع الكيس ما بقاش شاغله بالي بقى عندي خضره ما عنديش، ابعت اجيب لسه هقطع الخضره، لا هو كيس الصلصه ما بيحتاجش اي حاجه غير ان انا اغسل كوبايتين رز واحطهم عليه وبس واشتغل بقى، سواء بقى بتنجان مقور جايباه فهيكون سريع معايا، كرنب من اللي احنا مفرزينه، ورق عنب زي كده جاهز على التسوية على طول. فبصراحة الطريقة دي بتريحني جدا، بتخليني اعمل محشي كتير قوي في البيت الحمد لله من غير مجهود يعني. فطلعت الكيس كده فكيته بس شوية في الميكروويف على البرنامج بتاع فك التفريز وبس، وغسلت كوبايتين رز لان انا ببقى شايلة يعني الصلصة بيبقوا كوبايتين صلصة على قد كوبايتين الرز فبيبقى نص كيلو يعني. فبس كده. البرطمان ده بقى حسيت في الاول ان الورق بتاعه صغير قوي، اللي هو بيعمل صوابع صغيره خالص ده، وانا مش بحب بصراحه، انا بحب ان هو يكون وسط يعني، مايل للكبير شويه بصراحه. لكن ماليش في ورق العنب اللي هو النمنم خالص ده، مش بحب اعمله ولا يعني مش يعني بحب لا، بحب طعم الخلطه كده باين في ورق العنب، فبحب الورقه تكون ايه حلوه كده اعرف احط فيها كميه رز كويسه. فالاول كنت فاكراه كله هيبقى صغير بس بعد كده الحمد لله طلع يعني مظبوط. فبس ابتديت بقى الف كده ورق العنب، وقلت كمان طلعت كيس باميه، الباميه الويكا اللي احنا كنا مفرزينها سوا بقالها كتير، عملناها وكانت جميله جدا بصراحه، استخدمتها في رمضان كانت حلوه قوي. وبرده كان فاضل كيس كده فقلت اطلعه يبقى ايه جنب الاكل هيكون حلو. وفي التوقيت ده كمان كنت حطيت الكرنب كده زودته شوربه، يعني تخيلوا بقى كرنب معمول بشوربه البط، فتخيلوا طعمه كان عامل ازاي، ما شاء الله كان حلو قوي. وحطيت كده يعني حطيت حلة ورق العنب على النار وحلة الكرنب وسبتهم كده وهديت عليهم، والبطة برضو دهنتها كده صلصة ومعلقة زبدة ودخلتها كده تحت الشواية، وقلت يلا بقى ابتدي اعمل ايه الملوخية والبامية. حطيت فصين توم كده في الحلة دي وفصين توم في الحلة دي، الطشة العادية خالص، وبزودهم شوربة وبعدين انزل بقى بالبامية والملوخية. لكن الحلة اللي هعمل فيها البامية حطيت فيها كده مكعب هريسة شطة عشان تكون مشطشطة شوية، يعني البامية الويكا دي بتبقى حلوة قوي لما بتبقى حراقة، وتتاكل بقى بالعيش اللي هو الصعيدي ده، فكان ما شاء الله كان طعمها جميل. كان نفسي اعمل شوية بتنجان مخلل جنب الاكل وادلع الدنيا شوية كده بشوية حاجات تاني، بس يعني ما كانش فيه وقت بصراحة. فقلت الحمد لله بارك الله فيما رزق، كان يعني كان شوية الاكل دول كانوا زي السكر بصراحة وكان طعمهم حلو قوي. فهنا فكيت بس البامية كده بالمضرب ده. وانا مش بحب الكزبره على الملوخيه، انا عارفه ان هو حاجه اساسيه بس انا سبحان الله مش بحب طعمها خالص. لكن على الباميه ما فيش مشكله حطيت شويه بس برضو يعني بحب الكزبره على حاجات تانية، لكن الملوخيه والباميه مش قوي يعني. لكن حطيت شويه صغيرين على الباميه ما شاء الله ما كانش طعمها مضايقني يعني وكان طعمها حلو. وبس كده اول بقى ما التوم خدت لون كده كنت مستعجله بقى فطرطشت الدنيا وزي ما انتم شايفين دلقت كده الشوربه على التومه لما خدت لون. بالطريقه دي بصراحه بتبقى اسهل ومش بتعمل مواعين كتير خالص، مجرد وكمان بحس ان الشوربه التوم يعني بيغلي غلوه كده مع الشوربه فبتاخد نكهه الطشه كلها، فبتبقى الملوخيه ليها طعم مميز جدا جدا سواء الملوخيه او الباميه. ف... فبسيبها كده تاخد غلوه بس مع بعضها وبعدين بهدي النار وانزل عليها بقى بكيس الملوخيه او الملوخيه اللي متخرطه يعني. بس كده الاكل كده كان جاهز معايا، كان المحشي اتشرب وكل حاجه جاهزه والبطه اتحمرت، وابتديت كده اطلع الاكل على السفره. ويا رب بقى يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.